السلام عليكم متابعي قناة مطبخ لاله وبناتها. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا مع بعضياتنا. هذا البغرير كيجي بحال الشهده، اللهم بارك، كيطقب كامل، ما فيش مقادير كثيره، ما فيش جوج خمارات، غير خماره وحده، وكيعطي واحد النتيجه هائله. يكفي انه يخمر على الخطر ديالو وغادي تشوفي النتيجه اللي غادي ترضيك وغادي تعجبك. شوفي ما شاء الله كيف كيتقسم وخفيف، يعني ماشي داك اللي كيكون غليظ في ديك الطبقه اللي كتحسي بها غليظه، كيجي خفيف. وتقيبات كيجوا على حقهم وطريقهم، رافقوه باش ما بغيتو. يلا رافقوني الكوزينه باش نصاوبوا انا وياكم هاد البغريرات الزوينين. اول حاجه غادي نديروا 4 ديال الكيسان ديال الماء اللي غادي يكونوا دافيين. نزيدوا معلقه ديال الخميره ديال الخبز، غادي نزيد خماره، الملح، ساشي ديال الفاني، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الخل، كاس ديال الفورص. بنفس الكاس غادي نعبر 2 كيسان ديال الفينو. غنطحن كلشي مزيان، طحنوه حتى يبانوا لنا هاد الفقاعات، صافي نعرفوا بلي راه تخلط مزيان. بعد ما خمر تقريبا خليته واحد 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، ما حسبتش. غادي ندوزو نطيبو. بسم الله.